مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة التي تجمع العربي بنادي السد. يوسف الشرشني حكما رابعا في هذا اللقاء، مراقب الحكام ومقيمهم هو الحكم الدولي السابق مولى حسين، بينما مراقب المباراة السيد أحمد العساني. كرة يبدأ من خلالها نادي السد، والمتوقع أيضا بأن يكون السد هو الفريق الذي يكون صاحب المبادرة في مواجهة اليوم بحكم الأسماء الحاضرة في أرضية الملعب. وفي الجانب المقابل هنالك العديد من غيابات النادي العربي. نذكر بتشكيلة الفريقين العربي محمود بوندة في حراسة المرمى، محمد بدر سيار، مارك مونيزا، أمامهم في الجهات اليمنى معرفي، وفي الجهات اليسرى خليفة المالكي. بمنتصف ملعب المباراة آرون، ياسر يحيى، احمد فتحي وعبد العزيز الانصاري وابراهيم ناصر كلا على مستوى الاطراف. وفي المقدمه هنالك سيباستيان سوريا. بينما في الجانب المقابل السد في مواجهه اليوم كره هي محاوله اولى لكن ابعدت في التوقيت المناسب. مشعل برشم في حراسه المرمى، عبد الكريم حسن، طارق سلمان، بوعلام، بيدرو، جليرمي توريس، سانتي كازورلا، محمد وعد، اكرم عفيف، بغداد، حسن الهيدوس. مكتملة ولا مش مكتملة؟ تشكيلة مكتملة؟ لا. وعلى مقاعد البدلاء يجلس الكوريان وو يونغ ونام تايهي، بالإضافة إلى هاشم عبد اللطيف ويوسف عبد الرزاق وأحمد السهيل ورودريغو تباتا ومصعب خضر وأحمد بدر سيار وحسام كمال. ويغيب عن تشكيلة نادي السد في مباراة اليوم الحارس الدولي سعد الدوسري بسبب الإصابة الذي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بأسرع وقت. كرة يغيب عنه جاسر يحيى، محمد النيل والإيرانيان أيضا والعودة بأسرع وقت. كرة محاولة في منطقة الجزاء، أولى الكرة لا زالت داخل المنطقة لكن عودة في التوقيت. السد في مواجهة اليوم كرة هي محاولة أولى لكن ابعدت في التوقيت المناسب. مشعل اللاعب الآخر أيضا ترابي، بالإضافة إلى غياب اللاعب فهد شنين. ياسر بكر يغيب بسبب الإيقاف، وآخر الأسماء التي تغيب أيضا هو اللاعب فهد خلفان. هذه الأسماء الثمانية التي تغيب عن تشكيلة النادي العربي في مباراة اليوم. لكن المدرب هالجريميسون يبدأ بمن حضر بمن يتواجد. كرة بأقدام أكرم، تسديدة اصطدمت في احمد فتحي، تحولت الى خارج ارضيه الملعب. سانتي كازورلا يلعب الكره داخل منطقه الجزاء ويبدو حارس مرمى البارسا. كره بمحاوله عرضيه داخل منطقه الجزاء ابعدت في التوقيت المناسب. حارس محمود بوندة. للتذكير السد في المركز الثاني ب5 مباريات 13 نقطه، الصداره لدوله قطر يوم 18 من الشهر القادم بحول الله. كره لا وجود فيها للخطأ، الحكم الشريبي سانشيز. كرة بمحاولة صافرة موجودة وخطأ ملعوب المحاولة والتسديد. آخر مرة العربي فاز على السد منذ فترة طويلة وطويلة جدا. زورلا يلعبها في الجهة اليمنى، المحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وإبراهيم كلا. كرة بمحاولة الآن داخل منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة رأسية تأتي. هدف العادة، هدف العادة يأتي عن طريق بغداد بنجاح، يسجل مبكرا في هذا الديربي ويفتتح الأهداف الآن بعد كرة عرضية مثالية جدا وصلت على رأس بغداد، وبغداد في المرمى. يمكن أن تمر كل المباريات على بغداد ولا يسجل، لكن لا يمكن أن يمر لقاء للعربي ولا يضع بصمته، يرتقي ويضع كرة في شباك بوندة ويعلن عن أول الأهداف. الزعيم يضرب منذ البداية ويتقدم بنتيجة. مرمى نادي السد مشعل برشم حتى هذه اللحظة لم يظهر يمنى. مرور الآن عرضية عرباوية داخل منطقة لما حقق انتصارا بسباعية مقابل هدف الانتصارات. كرة بمحاولة مرور التقدم الآن خطيرة لمصلحة السد. كرة بمحاولة في الجهات اليمنى الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، فرصة من أجل التعديل الآن على يسار حارس المرمى مشعل برشم، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية التعديل. صدمات خطيرة تأتي المناسب، عادت من جديد لمصلحة النادي العربي داخل منطقة الجزاء، تأتي النتيجة مبكرا في شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي قصيرة، عادت المحاولة من جديد، رأسية الآن خطيرة 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 ملعوبة، اصطدمت لا زالت في لسنوات وسنوات.
اخر مره انتهت فيها مواجهه الفريقين بنتيجه 1-0 كانت في فبراير من عام 2012. كره بمحاوله الان بيدرو، عرضيه داخل منطقه الجزاء. لا تبحث عن 1-0، فتش فيما هو اكبر بحضرة الزعيم. لا يكتفي بأن يكون الهدف وحيدا، الزعيم لا يترك أحدا وحيدا. يعود الآن مرة أخرى، لكن الله 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 الله، يا سلام يا عيني. تمريرة أولى حلوة، الثانية أحلى، الثالثة في قمة الجمال والروعة بأقدام سانتي كازورلا. يسدد الاسباني ويضع كرة في شباك بونادا ويعلن عن ثاني الاهداف لمصلحة الزعيم السداوي باقدام سانتي كازورلا. الان ياتي الهدف الثاني المباراة انتهت لمصلحة نادي السد هدفين مقابل لا شيء. كرة محاولة وتسديدة خطيرة، تعود المحاولة في الجانب المقابل، لم يكتب لها النجاح. عادة الله 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 الله. كمان منتخب سندا. كرة بمحاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة لكن إلى بعيد. عادت مرة أخرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، خطأ من بونادا. بغداد إلى هيدوس خطيرة جدا، يسدد. يا سلام، كرة بمحاولة أولى ثانية ثالثة. لا يوسف الشرشني حكما رابعا في مباراة اليوم. كرة داخل منطقة الجزاء، لكن ايضا تغطيه دفاعيه، ابعاد ياتميه بشكل مثالي جدا. عبد السد وحمايه مرمى بونادا. كره من ركنيه ملعوبه داخل المنطقه، راسيه من جاسر يحيى، احمد فتحي وابراهيم ناصر كلا، عبد الكريم حسن في الجهات اليسرى، امامهم جليرمي في تشكيله السد. مصعب خضر ودخل تباتا. مصعب بديلا لعبد الكريم وتباتا بديلا لمحمد وعد. كره بمحاوله وتسديده تاتي له، ملعوبه في الجهات اليمنى، عرضيه داخل منطقه الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب اللي هو بغداد بونجاح. كره بمحاوله الان لنادي العربي، تسديد. الحضور الاكبر لجمهور السد، حضور الاكبر لجمهور السد. كره بتسديده تحولت في الجانب المقابل لمصلحه نادي السد، تهيأت براسيه، عادت من جديد الى عبد الكريم، اماميه خطيره جدا. عبد الكريم يبحث. الله 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 الله. أي عزف يتفرد به الزعث المروري. مر الكرة بشكل مثالي جدا، لا زالت المحاولة مستمرة قائمة، أمامية خطيرة لمصلحة المباراة بعد ساعة كاملة من اللعب. ثلاثية الآن من أجل الرابع، تسديدة تأتي. يا سلام، حلوة الكرة من بغداد بونجاح وحلو التصدي من بونادا. هذه الكرة، هذه التمريرة مثالية جدا. اللقطة الماضية من حسن الهيدوس والتسديدة بالقدم اليمنى قوية عن طريق اللاعب بغداد بونجاح، لكن ايضا محمود بونادا في التوقيت المناسب تقليص الفارق. تسديدة تأتي.